يا ليحي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الشعب العظيم، مبروك لكم. ولا أقول لنا جبنا 2000 لايك في المقطع اللي قبل، وبكده سلسلة أفلام المتابعين صارت رسمية في القناة. كل يوم 25 في الشهر بننزل حلقة، واحتمال تكون حلقتين في الشهر. لو كان فيها أفلام كثيرة يعني حتكون في حلقتين في الشهر، وتفاعلكم هو اللي يبين إنه حنستمر فيها للأبد بإذن الله، ولا يطيح شيء الشعب العظيم. ما جاء في بالك يوم انه كيف اخترعوا اللمبة او الثلاجة او الطيارة او اي شيء من الاشياء دي؟ لو تسألني انا ما جيت جاء في بالي غير انه مين النكبة اللي اخترع المسدس ونكبنا. ولما دورت يقول لك لما خلص من اختراعه قال الان يتساوى القوي والجبان. يتساوى مين؟ انت ركبتنا ما سويت احد. دحين يجي واحد جبان يقهرك وتيجي تبغى تمرجه ويطلع لك مسدس، وقتها ايش يفكك؟ قول لي ايش يفكك؟ كل الجيم والعضلات والتمرير والانمي والافلام حقت المضاربات اللي بتفشخ منها حركات دي ما راح تفيدك. شيء واحد بس راح يفيدك اللي هو رجلك، عفشك والجبل على طول. واذا كان الجبان ايمو فسقان نقول لك جي جي، والله جي جي، ما في اي مساواة. ما ادري كيف اللي في زمانه سلكوا على المقولة دي. المهم لنا فترة عن التوب 5 حقتنا اللي هي توب 5 بس بدون ترتيب، يعني نحطوا اي ترتيب من عقلنا يا ابويا، ولا في التعليقات يا ابويا يرتب على كيف بكيفنا، قناتنا وكل شيء نسويه على كيفنا ولا كيف يا الشعب العظيم. جبت لكم توب 5 مخترعين جابوا العيد وودعوا الملاعب باختراعاتهم. وقبل ما نبدا صلوا على النبي ودقوا زر اللايك وفعلوا جرس التنبيهات ونخش في الدش. المخترع الاول اللي جاب العيد ده اسمه فرانز ريتشل من فرنسا. خوينا ده سمع انه لما اوقات الطياره تخرب في الجو الواحد ما يقدر يهبط بالطياره فينط منها ويودع الملاعب. قال يهو من جدكم انتوا ما حد فكر ينقذ ذولا؟ يعني بكل مره واحد يطيح انا بسوي اختراع يا ابويا وانقذهم. وقال حيخترع مظله تحمي الطيارين اول ما ينطوا من الطياره ينزلوا بسلام سلام سلام، ما في اي خدش ما في اي قصور اي شيء، عارف، ينزلوا سلام سلام. وبدا يسوي تجارب وتصاميم لين اخترع التصميم ده. سوى بدله فيها زي الاجنحه وحدايد وامور ما حد يعرفها غيره، وسوى لها تجارب، وكانت التجارب كلها ناجحه لانه كان يجربها على مانيكان. تقول ليش مانيكان؟ الشيء ده اللي تلقاه في المحلات حقت الملابس كده اللي يلبسوه ملابس زي كده، هو المانيكان ده بالضبط، بحط لك صورته. المهم كان يجربهم عليهم. تقول لي كيف كان يشيلهم من فوق البيوت ويرميهم من فوق البيوت حقتهم، ويقعد يرميهم ويطيحوا في الارض زي كده، عارف. ولما شاف الوضع تمام قال بيقدمها للمنظمه الفرنسيه للطيران لاجل يعتمدوها ويعرضوا الطيارين يا ابويا مظله خلاص ينطوا بسلام والامور تمشي تمام. بس المنظمه قالت سوقها انت تسوي شيء وتجربه على مانيكان وتبغى الانسان يلبسه؟ اكيد انت مو بعقلك. وزن الانسان يا ابويا مو زي المانيكان، فكر فيها واختراعك ده بطل منه يا ابويا. ما نبغى اي اختراع يا ابويا، ما نبغى. انت روح ريح لانه اختراعك ده ما ينفع بالريال. بس خوينا ما اقتنع بكلامه وقال حيطوروا اكثر واكثر لين يقتنعوا به. وجت سنه من السنين منظمه الطيران الفرنسيه سوت مسابقه للمخترعين مين يسوي مظله تحمي الطيارين، والمسابقه مدتها 3 سنين. يعني خذ راحتك في ال3 سنين سوي لنا اختراع يا ابويا يحمي لنا الطيارين دول اللي بيودعوا الملاعب. وخوينا سمع عن الهرجه وقال بعقلكم انتوا تسووا مسابقه وانا موجود، وراح سجل اسمه وقال قبل ما يروح يقدم اختراعه لازم يجرب ويطوروا اكثر واكثر، لانه اول ما يقدموا حيقبلوه على طول. ولما جرب الاختراع من فوق البيوت كانت الاشياء يا ابويا تطيح في الارض يعني بتطيح بالقوه. فقال يا ابويا ضروري الشيء يطلع فوق مسافه بعيده كذا ونرميه من محل بعيد عشان المظله تنفتح تمام والشيء ما ينكسر وزي كذا. قال اكيد السبب انه ما في وقت المظله تفتح بالكامل، لازم يكون المحل اطول لاجل تنفتح ويصير اللي فيها يطيح وما يتكسر. فقرر انه يسوي تجربته من برج ايفل، وقدم طلب انه يسوي تجربته من فوق البرج بس رفضوا طلبه. قالوا يا ابويا انت تسوقها انت هنا محل تجارب ما ادري ايه يا ابويا، روح سوي تجارب في محل تاني. وبرضه ما استسلم، وكل فتره يروح يقدم طلب، يروح لين جاء سنه 1912 وافقوا. قالوا يا ابويا سوي تجربتك وفكنا انت، كل مره جاينا ما عندنا هرجه الا معاك انت. قالوا وشتنا يا ابويا كل مره الا جاي تبى تسوي من فوق البرج، روح سوي البرج لك شيله. المهم حدد يوم يسوي في التجربه، والخبر انتشر في الجرايد والناس اتجمعوا اليوم داك يا ابويا بيشوفوا التجربه حقته دي الخطيره. وجاء خوينا لابس البدله، الناس كلها مصدومه، حتى اصحابه يحسبوا انه بيجيب مانيكان ويجرب الهرجه. قال لا يا ابويا هو بيطلع بنفسه وبيجربها. والصحفيين شغلوا الكاميرات دغري وصوروه وطلع فوق البرج. وخويانه بيقولوا له يا ابويا بعقلك انت يا ابويا يمكن ما تضبط وتطيح وتودع الملاعب، احسن لك حط مانيكان يا ابويا وجرب، اذا صارت اطلع انت وجرب بعدها. قال انا بجرب بنفسي، انا واثق من اختراعي 100%. طلع حافه البرج يا ابويا ووقف. خويانه قالوا حسوه انه شويه اتردد بس رجع ورمى نفسه.
ولما رمى نفسه شوية هدى في الجو يقول لك وطاح. وأول ما جو الناس قالوا اتكسر بالكامل، رجله على يده على عموده الفقري على دماغه، يقول لك حتى في التشاليح ما ينفع. وودع الملاعب جي بالصوت والصورة. أقول لك المخترع الثاني اللي جاب العيد خوينا ده اسمه فاليريان أباكافوسكي ديشك. ايش الاسم ده يا ابوي؟ المهم خوينا ده زمان لما سوى القطارات كانت مو مرة سريعة، يعني من مدينة لمدينة تاخذ حق 3 أو 4 ساعات. فقال يا ابويا ليش ما نحط محرك طيارة في القطار، ومع مروحة الطيارة القطار يصير سريع، وقبل ما يوصل في 3 ساعات يوصل في 30 دقيقة، ياخذ حق نص ساعة وزي كذا يعني. وراح عرض فكرته لبعض المسؤولين وكذا، ووافقوا وسوى الاختراع. ولما صمم القطار يا ابويا حط عليه محرك طيارة الفترة ديك الطيارة جدا سريعة، وحط مروحتها من قدام كمان. واول رحلة صارت بالقطار شال خويه و6 اشخاص كده معاه، كده مسؤولين وتجار ومن الاشياء دي، يعني الناس عندهم مناصب. هم ال6 بالقطار وراحوا يا ابويا من مدينة لمدينة، وحرك القطار ووصلوا المدينة برقم قياسي، يعني بيوصل بسرعة وزي ما توقعوا، يعني كل شيء مشي بالسليم. اول ما وصلوا احتفلوا وانبسطوا وزي كده، وقالوا خلينا نرجع. وهم راجعين بنفس القطار مع السرعة القطار طلع من المسافة وطار واندق في الارض واتفتفت، وكل ال6 اللي فيه ودعوا الملاعب دغري ودفنوهم في جدار مقبرة الكرملين، ما ادري ايش اسمها، المهم بكتب لكم اسمها وكذا نقول لهم جي. والمخترع الثالث ده اسمه بريليوس. خوينا ده هرجة بصراحة، اسمع انت بس. خوينا ده الناس كانوا جالسين في امان الله، قام اختراع تعذيب اسمه الثور البرونزي. والاختراع ده شكله شكل ثور ومصنوع من البرونز، يدخلوا فيه الشخص من الجنب ويقفلوا عليه، يقول لك يولعوا نار من تحت، الثور يصير حار صح من لون البرونزي لين اللون يصير احمر، يقول لك، ويتعذب اللي جوا وينحرق لين يودع الملاعب. وشال الاختراع مبسوط ووداه للحاكم حقهم. الحاكم حقهم اسمع اسمه انت بس، فلاريوس الطاغي. انت اسمع الاسم، من الاسم تعرف ده انه ما يمزح. ده انا كيف اصلا اروح اسلم عليه؟ هذا حتى لو بيمشي في الشارع انا امسك في الشارع بتاعي عشان لا يشوفني بالغلط يصنف معاه يقول لي بيسوي لي شيء. المهم شال الاختراع ووداه للحاكم حقه. الحاكم طالع كده قال له يا واد ايش ده؟ قال له ده اختراع انا سويته، والاختراع حق تعذيب، يعني تعذيب الناس المحكومين بالاعدام، وطريقة استخدامه كده وكده وكده وكده، يعني صرح له الشيء مزبوط. الحاكم طالع في الاختراع كده قال هذا الاختراع اللي احنا نبغاه، انت فينك من زمان ولازم نجربه، التجربة خير برهان. الحاكم طالع يمين يسار زي كده، يقول لك ما شاف احد انه جاب العيد الفترة دي. طالع فيه زي كده يا ابويا، قال حياس شيلوه دخلوه جوا. قال لي هو انا المخترع ايش سويت؟ ما ادري. قال يا ابويا شيلوه دخلوه جوا. والمخترع يقول لك دخلوه جوا وولعوا النار. والمخترع يا ابويا شوية بدا ينحرق ويصرخ جوا، قال لهم طلعوه شافوا كده انحرق شويات، قال للحراس شيلوه فنشوه. هذا هو اللي انطبق عليه من حفر حفرة اللي اخيه وقع فيه. يلا جي حقه. المخترع الرابع ده اسمه لي سي يو هو ديشك. طبعا ده كمان اخترع آلة اعدام اسمها كرسي الآلام ال5 للتعذيب. بل يا ولد تحسب تغنية محرمة اللي ما ادري ايش بالاسم كده قوي. الكرسي ده يقول لك فيه 1300 مسمار في كل مكان في الكرسي. المسامير يقول لك فرقها ربع سنتي ما ادري سنتي، اهم شيء زي كده. عب الكرسي مسامير، ولا نحط فيه حبال لجل اللي يحطوه فيه يقول لك يربطوه عشان لا يشرد من الكرسي. وطريقة الاستخدام انه يحطوا الشخص على الكرسي ويربطوه بالكرسي ويجيبوا صخور كبيرة يحطوها فوقه لجل تخش في المسامير شوية شوية ويجلس ينزف لين يودع الملاعب. وشال الاختراع وداه للحاكم حقهم واعطاه الهرجه كامله. الحاكم قال كفو، قال انت فينك من زمان، هذا اللي نبغاه، واعلن عن طريقه الاعدام الجديده بنفس الكرسي. وبعد كم شهر يقول لك اتهموا المخترع لي سيوه بالخيانه وحكموا عليه بالاعدام واعدموه بنفس الكرسي حقه اللي صنعه. المخترع الخامس والاخير اسمه عباس بن فرناس. من اسمه تعرف انه عربي ومسلم كمان، وهو عالم ومخترع اندلسي انولد في اسبانيا في زمن الدولة الاموية. وعباس ده مشهور باختراعاته الجديدة اللي ما حد اخترعها، يعني تقدر تقول الانسان ده سابق عصره، سابق. وفوق ده شاعر وعالم في علم الفلك والكيمياء والرياضيات كمان، يعني الادم ده مخه نظيف ومفتوح صح ما شاء الله. وهو اول شخص صنع القلم اللي بالحبر، اول شخص في العالم صنع القلم اللي بالحبر هو. المهم عباس في يوم من الايام يا ابويا صنع جناحين كبيره وثبتها في جسمه بالشمس، وطلع فوق جبل وجلس يحركها زي الطيور. وفي ناس قالوا انه ارتفع على الارض شويات، فقال طيب بما انه انا ارتفعت يا ابويا يبغالي انط من فوق الجبل واحرك يدي واطير، خلاص طيران الانسان حيطير حاليا. وراح نط من فوق الجبل، والناس بيقولوا انه كان طاير وما طاح على طول، بس لانه الشمس كانت حاره الشمع اللي كان مثبته مع الجناحين ذاب وطاح من فوق الجبل ودع الملاعب.
وكان هو أول شخص حاول يطير يقول لك وفكر بالطيران. وتكريما له سووا له تمثال قدام مطار من مطارات بغداد، ومكتوب على التمثال أول طيار عربي ولد في الأندلس. وفي 2011 تم افتتاح جسر في قرطبة في أسبانيا على شكل جناحين، وسموا الجسر باسم جسر عباس بن فرناس. وبكذا انتهينا من الخمسة المخترعين اللي ودعوا الملاعب باختراعاتهم. ودامك وصلت لين هنا ابغاك ترتب لي هم بطريقتك في الكومنت. قول لي انت تعتبر ده الاول اللي جاب العيد وده الثاني وده 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 وزي كده. وطبعا اكرر لا تنسوا تصلوا على النبي وتدقوا زر اللايك، جدا مهم زر اللايك ده لانه بيساعد في انتشار المقطع يا ابوي اكتر واكتر، والقناة تستفيد واحنا نستفيد. ولا تبخل يا ابوي، لا تبخل علينا باللايك، ولا مو مشترك اشترك وفعل جرس التنبيهات ولا يطيح شيء يا. وهذه هي هرجة اليوم، يلا جي جي.